برشلونة لغاية الآن خط دفاع برشلونة برافو، ولحارس المرمى برافو، ومحاولة برشلونة ممكن جول جول جول. إنه نيمار يعلق الكلاسيكو من البداية. نيمار يعلق الكلاسيكو ويحليه من البداية فقط عند الدقيقة الثالثة. المتألق في الآونة الأخيرة، غزارة الأهداف مع منتخب البرازيل، غزارة الأهداف مع البرشا. نيمار يتألق نيمار ويسجل الهدف الأول في الكلاسيكو. طبعا كنا نقول أن في أهداف، هذا هو الهدف الأول لم يأتي متأخرا. برشلونة إذا من بدري ونيمار من بدري، ونيمار يأتيك الآن ويسجل الهدف الأول. تقدم وأعطيت له الفرصة الكافية والمساحة الكافية. يأتي الآن البرازيلي المتألق ويرفع رصيده الشخصي في الكلاسيكو. هو يلعب الكلاسيكو الرابع، عنده الآن الهدف الثاني. هذا الرقم زارة. وين ردة فعل الريال؟ ها هي ردة فعل ريال مدريد. يسقط كريستيانو رونالدو على أرضية الملعب، والكرة في مكان يحب كريستيانو رونالدو. وكريستيانو رونالدو يا الله، شوف الأرقام، 172 مباراة في الليغا، 192 هدف، 15 هدف في الليغا، في صدارة الهدافين. عنده فرصة على أساس أن تأتي ردة الفعل الآن الأولى من الريال. نيمار ولع الكلاسيكو، وكريستيانو يمكن يولع أكثر وأكثر وأكثر. الضربة الحرة المباشرة لمصلحة الريال وعودة كل لاعبي برشلونة، وبالتالي فرصة الريال. شوف سيرخيو راموس وين، شوف كريم بنزيما وين، ولاعبي الريال المتقدمين. وحتى من هذا المكان ممكن يسدد كريستيانو رونالدو تجاه مرمى برافو. لم يتلقى أي هدف، لكن أيضا في فريق في المباريات الثمان في الليغا من الوصول. يمكن كريم بنزيما يوصل، سقط كريم بنزيما، وضاعت ردة الفعل الأولى وضاعت ردة الفعل الثانية. وبالتالي كلاوديو برافو لغاية المباراة التاسعة. الشباك لا زالت نظيفة. اللي صار أمامك الآن 5-6 دقائق تنقضي على الشوط الأول. محاولة أولى لبرشلونة، تمكن التقدم إلى الأمام. إسكو مباشرة يغطي داني ألفيش، بينية إلى مارسيلو يتخلص من الكول، مرمى الكول، ولكن الكرة الزاحفة. يا سلام يا سلام يا مارسيلو، يتقدم مارسيلو ويمر من الجميع. ومرة أخرى خامس رودريغيز إلى الأمام، يرجع رودريغيز أيضا يحولها. بصراحة خطيرة كانت لمصلحة مارسيلو قبل قليل، وفيها انطلاقة الآن تأتي في الجهة اليسرى، تحولت أو مرة أخرى أيضا تأتي محاولة كريم بنزيما لكنها ضاعت. الجول الثاني في الكلاسيكو كاد أن يأتي لولا تدخل العارضة تتدخل وتنقذ الموقف في المرة الأولى، ولكن التسديدة الثانية كانت إلى خارج أرضية الملعب. شوف ولاحظ معي واستمتع معي أيها العزيز مشاهد بين سبورت في كل مكان. يمكن كريستيانو رونالدو يلوث مرمى كلاوديو برافو، هذا مارسيلو وهذا خامس رودريغيز يحولها، ولكن الكرة عند حارس المرمى كلاوديو. اللي أمامك الآن من يكون النجم الأول في هذا الكلاسيكو؟ يكون نيمار، يكون ميسي، يكون بنزيما، يكون ولا زالت خطيرة أيضا لمصلحة اللاعب الألماني اللي يتقدم توني كروس يسدد، ولكنها إلى حارس المرمى. لا زلت أقول كلاوديو برافو لأن لغاية الدقيقة 15-16 شباكة تظل خالية من الأهداف. توني كروز أول، مارسيلو إلى كريستيانو يسدد، ولكنها عنده يعني تسديدات. جيرمي ماتيو مكان جوردي ألبا، كرة خطيرة التسديدة، ولكنها أول تسديدة تقريبا لميسي. عنده 7 أهداف في الليغا، يبي له جول واحد 251. حلوة وخطيرة جول الله ميسي جول. شلون ضيعته؟ ميسي يجيب الأصعب، لكن يا سلام
عندما يتألق الكبار ميسي وإيكر كازياس. ولاحظ الانطلاقة طبعا ميسي عطنا طبعا الكرة السابقة اللي كانت لمصلحة برشلونة، الكرة الأخطر لمصلحة برشلونة. إيكر كازياس يتألق ويحولها إلى طبعا سيرخيو بوسكيتس، كرة سريعة إلى الأمام ولكن يخلصها إلى اللاعب المشاغب، لاعب ممتاز رائع حتى ما تقول هذه الصحيفة. ينطلق ميسي يحولها ميسي ويتقدم أيضا جيرمي ماتيو في الحالة الهجومية. يتقدم جيرمي ماتيو، الأدوار اللي يقوم فيها طبعا يمكن ما يكون حاضرا اللي هو جوردي ألبا اللي يجلس على قائمة البدلاء. نجوم قادرين على التسجيل في أي دقيقة بل في أي لحظة من لحظات الكلاسيكو. كل فريق قادر على التسجيل. برشلونة لم يتلقى هدف، ممكن يتلقى هدف. المطالبة مرة أخرى بضربة جزاء، محاولة الريال تستمر، وصلت في الجهة اليسرى. الهدف لا والله لم يأتي الهدف، يأتي تألق كلاوديو. الهجوم يتواصل لمصلحة مارسيلو حولها. أخيرا حكم المباراة بعد مطالبات متعددة يحتسب ضربة جزاء لمصلحة الريال. راح سيرخيو راموس يسولف مع كارلو أنشيلوتي، ولكن شوف ولاحظ معي المتألق مارسيلو حولها، وبالتالي حكم المباراة يحتسب ضربة جزاء لمصلحة كريستيانو. لو تسألني بصراحة أقول لك بيجيب الهدف الأول. أعتقد مرمى برافو راح الآن يتلقى الهدف الأول. كريستيانو يتقدم، جول للملكي كريستيانو رونالدو. 15 هدف صاروا 16 هدف. وعند هذه الدقائق من المباراة أخيرا وبعد طول انتظار كلاوديو برافو يتلقى الهدف الأول من كريستيانو رونالدو. لاحظ مارسيلو ولاحظ بيكي، وبالتالي كريستيانو قوية في مرمى كلاوديو برافو. يأتي أخيرا كلاوديو برافو كأول لاعب يزور مرمى فريق برشلونة بعد أن صمد برشلونة 8 مباريات و34 دقيقة لم يتلقى مرمى برشلونة الهدف. خلاص الآن مرمى برشلونة أصبح على خامس رودريغيز إلى مارسيلو. الكرة تحول. شوف كرة القدم الحلوة يا أخي. شوف أنت إذا تستمتع بكرة القدم إيش زينها. إيش سوى خامس رودريغيز؟ سدد وفقد الكرة، رجع مرة ثانية سيطر على الكرة وحولها إلى مارسيلو، راح أخذ له مكان ونقلها مارسيلو إلى خامس رودريغيز. كرة قدم جميلة حلوة اللعب أمام كلاسيكو. أننا والله لو تعادلنا النتيجة سوف تكون جيدة. الثاني يأتي الثاني لم يأتي الهدف الثاني. تأتي تسديدة كريستيانو رونالدو في الأخير إلى ضرب الركني. خلاص عمل برشلونة انتهى، يبدأ عمل ريال مدريد. ما في كل المجموعة كلها، كل المجموعة تتحرك، الكل يقوم بدوره. كانت إلى ضربة ركنية قبل قليل، وصلت إلى ضربة ركنية الآن لمصلحة توني كروز اللي يتقدم ويلعب الضربة الركنية لمصلحة الريال. اللعبة عالية، الله، جول بيبي يسجل الثاني للريال. بيبي يتقدم والألماني لعبها ووصلت إلى سيرخيو راموس. بيبي يسجل هدفه الشخصي الأول في الكلاسيكو، كرة رأسية لا ترد. بيبي ما أدري إيش بلاهم البرتغاليين على كلاوديو برافو.
كريستيانو رونالدو، الشباك كانت نظيفة، لكن البرتغالي الأول كريستيانو رونالدو والبرتغالي الثاني أمامك بيبي. الاثنين البرتغاليين بعدما صمد كلاوديو برافو ياتوك الآن البرتغاليين الاثنين ويسجلون هدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثالث. يتقدم كريستيانو، تحولت إلى إسكو حولها ولكن إلى كلاوديو برافو. فريق كما ذكرت يسجل هذه الأهداف الغزيرة، سجل الاثنين ويبحث عن الثالث، والثالث يمكن يكون جاي للريال ان لعبت صح والنقلة صح والتسديدة ما كانت صح من خامس رودريغيز لانها في متناول حارس المرمى. سواريز الى نيمار الاخطر، نيمار الاخطر الى لويس سواريز الاخطر، يتقدم لويس، خلاص صكوا عليه، صك عليه سيرخيو راموس، صك عليه بيبي وانتهت المحاولة. وفي خطأ، تحمل عاد، تحمل تعوض، تحمل تعوض لأن خلاص يا أخي وقفوك وايد عقوبة. يعني واحد يقول والله ما باقي الإعدام على لويس سواريز، يأتي الآن ويشار خلاص يعني أنت عضيت فيه. شوف وين ودي الكرة، شوف وين وصل الكرة، هذا هو يمكن، لكن يا الله على سيرخيو راموس وبيبي. الله، كل شيء في الكلاسيكو، صواريخ في الكلاسيكو. يتابعها انيستا ويتابعها، لاحظ الصراع. أوه كسب الصراع إسكو وحولها الى كريستيانو. صارت اخطر، صارت جول. يا الله يا إسكو، يا الله يا الملوك، يا الله. جملة تدرس في سانتياغو برنابيو، جملة كروية تدرس. عيدوها يا ربعنا في بي ان سبورت مرات ومرات. شوف اسكو، شوف تمريرة اسكو وتقدم كريستيانو، وشوف تمريرة كريستيانو، وشوف بعد ذلك تمريرة رودي. يا سلام، انت استمتع وطرب نفسك ووسع صدرك، انت امام الكلاسيكو المثير، الكلاسيكو الكون الجميل اللي فيه 4 أهداف. شوف الريال المتخلف، خدت هدفين واخذت الهدف الثالث. اكيد مشاركه ايمان راكيتيتش، ولكن اعتقد ربما بيدرو هو اللاعب القادم، وربما هذا اللاعب. بدينا من كريستيانو رونالدو ينطلق ومشروع تسجيل الهدف الرابع، سقط على ارضيه الملعب، تابع داني ألفيش. انتهت محاوله الريال، بدات ناويين لنيه، راموس وبيبي ناويين عليه نيه، مو معطينا على الإطلاق فرصة، يعني قاطعين عنا الكهرباء والماء. لذلك في كثير من اللقطات يتألق فيها سبب عدم تلقي أهداف أخرى. أعتقد لخط دفاع لريال مدريد، أعتقد في ذلك يعني السبب سيرخيو راموس. بيبي ما أعطوا فرصة كبيرة أو فرص حقيقية للويس سواريز، لميسي، وأيضا من خلفهم الحارس العملاق وفي الدوري حتى مع برشلونة. تحولت عالية الرأسية ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. 23 دقيقة تنقضي على الشوط الثاني. الريال ناوي على الرابع، عالية. كريم بنزيما كان ممكن يسجل الرابع، خلاص بدأوا يضحكون الملوك، بدأوا يضحكون، كريستيانو بدأ يضحك، كريم بنزيما بدأ يضحك، والفرص بدأت تضيع، لكن كرة كريم بنزيما إلى خارج أرضية الملعب. تمضي دقائق الكلاسيكو والأمور تسير بهذا الشكل. 4-3 العام الماضي، هنا حتى أهداف، وفي راكيتيتش ينقل الكرة، وفي ميسي لا زالوا صكين عليه صكة، ميسي صكين عليه، التسديدة الحاضرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. شوف يعني أنت تكون متخلف بهدف واحد مقابل لا شيء، تجي وتسجل الثاني، تجي وتسجل الاول، وتجي وتسجل الثاني، وتجي وتسجل الثالث، على اساس يسجل. في فرص حقيقيه ضاعت، لكن الوقت المثالي للبرشا لكي ياتي الان ويقلص الفارق ويفكر بعد ذلك في مستقبل المباراه.
إذا إلى ضربة ركنية لمصلحة الفريق الذي يحاول أن يقلص الفارق. راكيتيتش نقلها ولكن ارتدت وصلت إلى داني ألفيش. موك اكتملت الآن، اكتملت الريال. شوفها وتابع. شوف كريستيانو وين، وشوف خامس رودريغيز وين، وشوف بنزيما وكريستيانو بعد ما وصلت صح. يا أخي لو وصلت هذه ثالث مرة، هذه